السلام عليكم ومرحبا بكم في مطبخ منير. اليوم جيتكم بهذه الوصفة الرائعة من المطبخ الشامي. هي وصفة الكبة المقلية، ولكن هذه الكبة بدون برغل. هذه كبة البطاطا، وصفة ولا أروع، من أشهى وألذ الوصفات. وسبق لي وأنا حضرت في السنة الماضية كبة الروز. غادي نخلي لكم الرابط تاعها في صندوق الوصف إن شاء الله. نتمنى تبقوا معايا حتى لآخر الفيديو باش تكتشفوا المقادير وطريقة التحضير وكل أسرار نجاح الوصفة. فرجة ممتعة. لتحضير الوصفة تاعي لنهار اليوم، عندي اولا المكون الاساسي فيها اللي هو البطاطا. هنا البطاطا تاعي راني نقيتها وقطعتها على هذا الشكل. راح نفورها، من الاحسن نفورها خير من اللي نسلقها، لان المسلوقه تجي فيها نسبه تاع ماء. هنايا عندي حبه بصل تكون كبيره، اذا كان البصل تاعكم صغير تدوز جوج حبات. راني مقطعتها الى قطع رقيقه جدا. وعندي كميه من اللحم المفروم، عندي كميه لا باس بها من البقسماط او لا شابلور. هنا راح ندي حوالي 2 كيسان معمرين. عندي كميه من المعدنوس. بالنسبه للتوابل عندي ملح، عندي فلفل اسود، عندي كمون، قليل من القرفه وقليل من السكنجبير. اول حاجه راح نبدا بها هي البطاطا تاعي اللي راح نديرها تفور، ومن بعد نرجع لتحضير الحشو. اولا هنايا راني خديت المقلاة نتاعي، حطيت فيها كميه من الزيت، راح نحط عليه البصل ونقلي البصل تاعي عادي حتى يدبل ويصبح لونه شفاف. حركوه جيدا، ما تخلوش البصل تاعكم ينحرق في المقله. كما راكم تشوفوا هنايا بعد ما دبل البصل تاعي راح نحط عليه كميه اللحم المفروم. نخلط جيدا مع بعض. وهنايا راح نتبل اللحم تاعي، ندير الملح، فلفل اسود، وكما وريتكم قبيله شويه تاع سكنجبير، شويه قرفه وشويه كمون. نخلط الكل جيدا حتى ينضج اللحم تاعي. ننزعه من فوق النار ونخليه يبرد. ها هو اخواتي اللحم المفروم تاعي راني خليته يبرد. الان نحط فوقها المعدنوس مقطع قطع رقيقه. هنا يعني منقيه المعدنوس تاعي غاسلاته ومقطعاته. نرجع للبطاطا تاعي، ها هي وينه بعد ما فارت. لازم نمرسها على هذا الشكل وهي حاميه، بنفس الطريقه اللي نعملوا بها المعقوده. لازم تتمرس حاميه باش نتحصل على خليط املس، ما تكونش فيه تكتلات تاع البطاطا. نمرسها جيدا. بعد ما نتاكد بلي البطاطا تاعي تمرست مليح، الان راح نتبلها. نضيف كميه من الملح. طبعا يجب مراعاة كمية الملح. اذا كنتوا حطيتوا الملح في الاول كي فارت البطاطا لازم تنقصوا الملح. ونضيف فلفل اسود وكمون. نخلط جيدا مع بعض. لازم ندخل جيدا التوابل في البطاطا. الآن نضيف كمية البقسماط أو لا شابلور.
كما راكم تشوفوا هنا درت غرفيه مليحه معامره مليح. الخليط هنايا تاعي راه عاد حامي، خلط جيدا، خلط مليح البطاطا تاعي مع لا شابلور حتى نتحصل على خليط متجانس واملس. هذا سر من اسرار نجاح الوصفه. هنايا مازال لازم نلمها مليح، ولازم تخدموها وهي حاميه. نبلل يدي بكميه من الماء كما راكم تشوفوا، وناخذ كريه من العجين. هنا الغرض من الماء باش العجينه ما تلصقش في يديا. هذا مكان ندير كريه وندخل فيها الاصبع نتاعي تاع الابهام، لو بوس تاعي ندخله في العجينه، ونبدا نشكل في الكبه، نعطيها الشكل المعروف. نرقق الجوانب مليح كما راكم تشوفوا باش ما تجينيش معجنه. ناخذ كميه من الحشو، نعمر الكبه نتاعي ونغلق عليها جيدا كما راكم تشوفوا. في كل مره نبلل يديا بالماء، ودرك نعطيها الشكل نتاع الكبه، الشكل بيضاوي. نضغط عليها كما راكم تشوفوا. ما تخافوش منها، الوصفه مجربه ومضمونه وناجحه 100%، وناجحه من اول تجربه باذن الله. ما تنحل في المقله ما والو. حتى بالنسبه للاخوات اللي عندهم صعوبات مع المعقوده وتنحل لهم الكبه، ما تنحلش كبه البطاطا. ناخذ حبه ثانيه نشكلها بنفس الطريقه. بغيت نقول لكم هاد الكبه تقدروا تخدموها الصباح وتخلوها تحتفظوا بها حتى كي يقرب موعد الافطار عاد تقلوها، يعني ما تفسدش، ما راح يصرى لها والو. كما راكم تشوفوا في كل مره نبلل يديا بالماء. خدموا غير بعقلكم. خاصه اذا وجدتوها الصباح راح ترتاحوا وتنقصوا على روحكم الشغل. ها هو اخواتي راح نكمل كل شيء بنفس الطريقه ونوريكم الكبه نتاعي. بعد ما كملت التكبيب تاعها في هذه الاثناء راني دايره المقله تاعي راهي تسخن بالزيت. دوك نروحوا نقلوهم مع بعض. ها هو بعد ما سخن الزيت نتاعي نحط فيه الحبات نتاع الكبه، وكما قلت لكم ما تخافوش منها، ما راحش تنحل. المهم انكم تمرسوا البطاطا تاعكم وهي سخونه، هذا الشرط اساسي لنجاح الوصفه. وتاني كي تخلطوا البطاطا مع لا شابلور لازم تعجنوها جيدا حتى تحصلوا على عجينه متجانسه وملساء. هذا هو سر نجاح الوصفه. نقلبها جيدا بعد ما تاخذ لون احمر من الجهه الاولى، نقلبها على الجهه الثانيه حتى نتحصل على لون احمر. نرفدها نقطرها من الزيت نحطها فوق ان بابي ابسوربون، ونتلاقوا مع الوصفه جاهزه في صحن التقديم. هاي اخواتي الكبه نتاعي، كبه البطاطا راهي واجده في صحن التقديم. نتمنى تنال اعجابكم وتجربوها. وصفه هايله رائعه بنينه بزاف من ألذ ما يكون، وناجحه ومضمونه من اول تجربه باذن الله.
وراني نخلي لكم الوصفه نتاع كبه الروز اللي حضرتها السنه الماضيه، تلقوها في صندوق الوصف. وصلت لنهايه الفيديو اخواتي، ما تنسوش تخلوا لي جيم وتعليق وتدعموا القناه بالاشتراك وتفعيل الجرس. الى الملتقى مع وصفات اخرى ان شاء الله.